زارتني مريضة عندها 24 سنة، متزوجة، وكان جالها وجع في ظهرها وكان مخليها مش قادرة تتحرك ومش قادرة تمشي، وكانت داخلة عليا متسندة وماشية بعكاز. في البداية الألم لما جيت أفسره واستفسر عنه، بسألها الوجع ده جالك بقاله قد إيه؟ قالت لي بقاله أسبوع. طيب، زرتي طبيب قبلي ولا أنا أول طبيب تزوريه؟ قالت لي لا، زرت طبيب قبل كده وادالي علاج وما جابش نتيجة والوجع عمال بيزيد. يعني على مدار الأسبوع لو الوجع كان 50%، دلوقتي وصل 80% و90% من هجمة ألم كانت جات لها قبل كده، وخدت مسكنات وسيطرت عليها. دلوقتي خدت كم مسكنات مش هين، ومع ذلك برضو الوجع مستمر. كانت عملت أشعة رنين، الرنين كانت مبينة إن في مشكلة بسيطة خالص. المشكلة دي هي دوران محوري في الفقرات. إيه بقى الدوران المحوري في الفقرات ده؟ دلوقتي العمود الفقري المفروض ان احنا بيبقى الخرز ده، اللي هي احنا بنحط ايدينا على الظهر بنحس كده في خرز معين ماشي بالتسلسل كده، عنقي صدري قطن وعجزي كمان. المريضة كانت عملت أشعة والدكتور قال لها إن في شرخ في العمود الفقري، ولكن لما جيت دققت في الأشعة لقيت في مشكلة تانية خالص، ألا وهي إن في دوران محوري في الفقرات. يعني ايه دوران محوري في الفقرات؟ يعني الخرز اللي احنا بنحط ايدينا على الظهر بنحسه ده، بدل ما هو باصص لورا كده 90 درجة، لا ده هو واخد زاوية. بدل ما هو عمودي على الظهر، عمودي على الجسد كده، لا ده هو واخد زاوية منحرف كده. يبقى فيه دوران اسمه دوران أفقي، دوران أفقي على المحور العمودي بتاع الايه؟ العمود الفقري. للأسف النقطة دي بيتم إهمالها كتشخيص في الأشعة، ولكن هي ما بيبقى لهاش علاقة مباشرة بالوجع. ليه؟ لأن الدوران المحوري ده بيعمل لنا أكتر من مشكلة. فبالتالي لما بيجي فيه ألم أو بيزورني الألم، ممكن يبقى الألم مرتبط بنقطة واحدة غير مباشرة أو بطريق غير مباشر للدوران المحوري. طب الدوران المحوري ده بيعمل إيه؟ في الحقيقة الدوران المحوري ده بيعمل 3 مشاكل. أول مشكلة وهو المفاصل اللي ما بين الفقرات، مفصل اسمه مفصل زد على يمين ويسار الفقرة. ده بيخلي المفصل ده بيتحرك بطريقة غلط. ليه؟ لأن هو مش مرتاح، مش واقف مرتاح. يعني المفروض إن المفصل ده بيبقى عامل كده، تمام؟ أو عامل كده. لما بيبقى فيه دوران بتلاقي المفصل ده فاتح كده، فيه ملخ. فده غلط لميكانيكا المفصل نفسه، الحركة الميكانيكية. احنا عندنا العمود الفقري بنقسمه لتلت وتلتين. تلت خلفي اللي هو مسؤولية الخرز والمفاصل الصغيرة اللي هي يمين ويسار الفقر، وتلتين أماميين اللي هي مكونة من جسم الفقرة والغضروف وفوقيه جسم فقرة تاني. اللي شايل الوزن بتاعي هو جسم الفقرة نفسه، اللي هما التلتين اللي قدام اللي ناحية البطن. واللي بيخليني أتحرك هو التلت الخلفي اللي هو مليان المفاصل، اللي هو ما بين يمين ويسار الفقرة، والخرز نفسه بالأربطة اللي فيه، تمام، اللي هي النتوءات الخلفيه. فانا دلوقتي بالنسبه للمفصل اللي بقى فيه مشكله ده وبقى فيه ملخ، المفصل ده المفروض لو هو كده بالمنظر ده بقى اتحرك وبقى ده الطبيعي، ده الطبيعي بتاعه، بقى فيه درجه ملخ. اجي انا اتحرك اقوم ملخه اكتر، يا اجي مثلا اقفل عليه اتحرك حركه عكسه الاقي نفسي بقفله اكتر، تمام. فيبقى المفصل ده من ضمن مؤشرات الألم اللي بتظهر عليه، لأن هو بيبقى مولد ألم مع مرضى الدوران المحوري للفقرات، واللي للأسف بنتجاهلها في كتير من الأشعة، وده على مستوى العالم. تاني نقطة وهي الأربطة. الأربطة اللي ما بين الفقرات، في أربطة كتير جدا. أربطة أمام الجسم بتاع الفقرة، أربطة خلفية لجسم الفقرة، أربطة بين النتوءات الجانبية يمين ويسار الفقرة، أربطة ورا الفقرات كمان، أربطة بين النتوءات الخلفية للفقرة. في أربطة كتير قوي. للأسف لما بيبقى في دوران محوري للفقرات تبقى الفقرة دي لفة على دي، بيبقى الرباط اللي ماسك ما بينهم ده في حالة تنشن مستمر، بيبقى عليه ضغط مستمر. الأربطة دي نفسها ممكن تبقى هي مولدات للألم، وبرضه بنتجاهلها. يعني ما بنبقاش مركزين معاها لأنها مش مؤشر ألم واضح وصريح، ولكنها ممكن تعمل لنا ألم حاد
يخلينا متبهدلين ومش قادرين نتحرك. تالت نقطة ممكن يعملها الدوران المحوري للفقرات هي التهاب الأوتار. طبعا كلنا عارفين إن الوتر ده جزء من العضلة، جزء من العضلة. يعني العضلة دي اللي هي حتة اللحمة الحمراء لما بتمسك في العظم بتمسك عن طريق الوتر، تمام؟ الجزء بتاع العضلة اللي ماسك في العظم اللي هو الوتر ده هو نفسه كمان بيبقى متحرك ومشدود مع الفقرة اللي اتحركت. اللي هو الوتر ده في حالة التنشن برضو الرهيب في الجزء اللي فيه الدوران بيرمي الحمولة بتاعته لما ما بيبقاش قادر يشيل جسم المريض، فبيرمي الحمولة اللي هو شايلها بيحطها على العمود الفقري اللي هو نفسه مصاب في دوران. بالتالي الدوران ده بيزيد اكتر. ليه؟ لان الجسم بقى مش بس شايل الحمولة، ده شايل الحمولة وحمولة العضلات اللي المفروض تساعده اصلا في ان هو يشيل مريضه. يعني العضلة بدل ما تقدم وظيفتها تحرك المريض وتشيل جزء من الحمولة اللي موجودة على العمود الفقري، لا بقت هي ما بتحركش المريض وفي حالة تنشن طول الوقت، وكمان رامية الحمولة بتاعتها على مين؟ على العمود الفقري. كده بقى عندنا 3 مولدات ألم، ألا وهي المفاصل اللي هي ما بين الفقرات اللي هي اليميني واليساري، اللي هي المفصل زد ده. رقم 2 الأربطة اللي ما بين الفقرات. رقم 3 الأوتار بتاعت العضلات. ال3 نقط دول بمجرد ما بيبقى فيهم المشكلة إن الدوران المحوري نفسه إحنا أصلا متجاهلينه، بيبقى باين في الأشعة وما بيدروش أي اهتمام. ليه؟ لأن أصلا مفيش غضاريف. هو فعلا نسبة كبيرة جدا من المرضى اللي عندهم دوران محوري في الفقرات ما بيجيلهمش غضاريف، ما بيبقاش عندهم غضاريف. يعني أنا أفتكر المريضة دي لما عملت لها الرنين، الرنين مطلع ما شاء الله مفيش ولا غضروف خارج من مكانه، ولكن المقطع مبين ان كل دراع فقرة راجع لورا مش في مكانه في منطقة الفقرات القطنية. بالعكس، ده انت مصور جزء في عدل ونفس الجزء ده بس الفقرات في مستوى اعلى شوية عندها حاول كده بصة ناحية تانية خالص. المريضة بمجرد ما اتعمل لها تأهيل بسيط خالص خالص، يعني جلستين علاج طبيعي، عايز اقول لك المريضة رجعت تمشي تاني. الألم قل، مش هقول لك الألم اختفى، الألم قل. طبعا باستمرار الجلسات اكيد الوضع هيتحسن اكتر، ولكن كانت المشكلة ان انت ترجع العضلات للوضع الاساسي بتاعها، تعمل لها اعادة ضبط، ان العضلة اللي فيها تشنج تهدى، فبالتالي هتشيل الحمولة اللي كانت رميها على العمود الفقري هترجع هي تشيلها تاني. انت اي محاولة انك تستعدل العمود الفقري، تستعدل الدوران ده، بيتم لو المريض تحت 15 سنة. يعني لو اللي بيشتكي ده عنده 15 سنة فما دوق، نقدر نستعدل العمود الفقري والدوران ده تاني. ولكن المشكلة ان المرضى بيشتكوا، يعني لما بيجي شوية وجع كده ما بيدوروش، لو هاخد مسكن هاخد بسط عضلات واموري هتمشي. انما بقى لو الموضوع طول يعني بتبقى كل الهدف بتاعنا ان احنا نريح العضلات تاني وترجع العضلات هي تشيل الحمل اللي كان المفروض تشيله وبقت رمياه على العمود الفقري. يعني كده العلاج الطبيعي بقى جزء فعال جدا كتأهيل وكعلاج. وفي نفس الوقت لما بزود فترة العلاج الطبيعي اللي فيها أخلي العضلة تستجيب لفترة طويلة من المجهود ومن الضغط، بيرجع المريض يبقى مستعيد لوظائفه اليومية، بيعيش حياته من غير ألم ومن غير تعب وبيقعد فترة طويلة. يعني أنا بيبقى هدفي مع المريض وبقول له كده، أنا بقول له أنا محتاج إن أنا أوصلك لمدة 5 سنين بدون ما تسعى لرعاية طبية، لا تشتكي بظهرك ولا تاخد علاج، لا تشتكي بظهرك ولا إنك تاخد علاج. ده بيجي من إيه بقى؟ بيجي من استجابته للعلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي في حاجة زي كده بياخد من شهر ل3 شهور، من شهر ل3 شهور. لو احنا في الصيف هضيف حاجة اسمها علاج مائي، دي تمرينات بتتم تحت المية. لو احنا في الشتاء بفضل ان احنا ما ناخدش علاج مائي عشان ما يجيلناش ايه، دور برد ولا حاجة او دور رطوبة. ومع العلم المريض لما بيتجاهل الكلام ده للأسف الحالة بتاعته بتبقى أصعب، كل هجمة بتجيله بتبقى أصعب من اللي قبلها. يعني أنا جالي هجمة ألم بسيطة والمسكن سيطر عليها، المرة الجاية لو ما عملتش التأهيل بتاعي بمجرد اكتشاف المشكلة
عايز اقول لك المره الجايه هيبقى الوجع اصعب واصعب من اللي قبل كده، وبل بالعكس ممكن يقلب مزمن معايا لو في علاج خدته قبل كده جسمك يرفضه بعدين. اتفقنا؟ عشان كده نقطة الدوران المحوري دي احنا بنعمل فيها حاليا أبحاث علمية عشان نوصل لأفضل طريقة تأهيل تساعد المريض اللي عنده المشكلة دي، خصوصا إن بيبقى كم تشخيصات لأمراض العمود الفقري ومسببات ألم بنشخصها على إن هي مش حاجة محددة، مفيش نسيج محدد هو اللي بيسبب الألم، لا ده احنا بنقول حاجة نون سبيسيفيك، حاجة عامة كده في ظهر المريض هي اللي مسببة الألم. عشان كده النقط البسيطة دي حبيت أوضحها لحضراتكم عشان نستفيد إن كل مريض شاف في أشعته المشكلة دي، خد بالك إن إحنا لو تجاهلناها المرة الجاية اللي هيزورك الألم فيها هيبقى بشع، هيبقى بشع. يبقى الدوران المحوري للفقرات بيعمل ايه؟ اول نقطة زي ما اتفقنا بيعمل مشكلة في المفاصل اللي ما بين الفقرات. رقم اتنين التهاب مزمن في الأربطة اللي ما بين الفقرات. رقم ثلاثة التهاب في الأوتار اللي ما بين الفقرات. التأهيل ده ممكن يبقى مش بس تمارين أحافظ بيها على ثبات واتزان العضلات والعضلات بتاعة الجذع بالذات، لا بنضيف علاج تأهيلي. في منه علاج تأهيلي تقليدي ده نسبته بتبقى بسيطة، وفي علاج بالموجات التصادمية. أنا بس كان هدفي من الفيديو ده إن أنا أوضح لك إن دي مشكلة وبيحصل فيها كم تجاهل على مستوى العالم، مش عندنا إحنا بس في مصر، لا على مستوى العالم. وهي أصلا مشكلة رهيبة، وزي ما بقول لك بتتسبب في 3 مشاكل مش مشكلة واحدة، وللأسف بتندرج تحت قائمة إيه؟ الآلام الغير محددة. والغير محدد مولد الألم فيها للعمود الفقري. أتمنى لكم جميعا الشفاء. دمتم في رعاية الله.